وتشاء أنت من البشائر قطرة، ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر. وتشاء أنت من الأماني نجمة، ويشاء ربك أن يناولك القمر. وتشاء أنت من الحياة غنيمة، ويشاء ربك أن يسوق لك الدرر. وتظل تسعى جاهدا في همة، والله يعطي من يشاء إذا شكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل عليكم او مساء الخير عليكم على حسب التوقيت اللي بتتفرجوا فيه على الفيديو. يا اهلا وسهلا بكل اموراتي الحلوين اللي نوروني وشرفوني وكبروا عيلتي، وان شاء الله باذن الله هنكبر ونبقى احلى عيلة مع بعض. طبعا انا بشكر كل متابعيني واخواتي وحبايبي. طبعا انتوا ليكم الفضل ان انا وصلت للعدد دوت من المشتركين، من المشاهدات، من اللايكات، من الكومنتات. نزلت لكم على المنتدى وشكرتكم، بس طبعا ده اقل حاجة. انا بجد مش عارفة اشكركم ازاي. ربنا يا رب يديمكم نعمة حلوة في حياتي. نسمي الله كده يا بنات ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. هنبدأ روتيننا النهاردة بكل طاقة ونشاط وحماس. اتمنى منك يا قمر لو انتي جديدة معايا لأول مرة تدخلي تتفرجي على قناتي، نوريني باشتراكك فضلا وليس أمرا، وفعلي زر الجرس للكل عشان يوصلك كل جديد بقدمه. وما تنسيش تكتبيلي كومنت تعرفيني ان انت جديدة معايا عشان اقدر ارحب بيكي. بصي يا بنات، روتيننا النهاردة في المطبخ طبعا احلى فقرة وكلنا بنحبها غسيل المواعين. هنغسل المواعين الاول مع بعض وبعد كده هنعمل للغدا. بص يا بنات، انا يومي كان بادئ من نص اليوم كده. يعني دي كانت مواعين اليوم اللي قبله. ما قدرتش بصراحة اعملها، فلما قمت عملتها. وبعد ما هعملها هدخل على الغدا على طول، لان انا للاسف بقالي فترة كده ما عنديش الفترة بتاعت الفطار، فبقوم على ميعاد الغدا على طول، فبعمل الغدا اول ما بقوم على طول. جت عليا فترة والله كان الحمد لله الواحد عنده طاقة وباور وبيقدر يعمل الغدا من بالليل، لان انا حكيت لكم قبل كده ان انا بنام الصبح بسبب رهف. فكنت بعمل كل اللي ورايا بالليل علشان اقوم يبقى الغدا جاهز ويبقى كل حاجة جاهزة. بس صراحة الشتاء والسقعة والبرد وصحيا ما بقيتش اقدر اعمل حاجة بالليل. فخلاص بقى، يعني زي ما اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، انا بقيت ما بقدرش اتقل على نفسي. آه قادرة اعمل الحاجة دي دلوقتي بعملها، مش قادرة خلاص بأجلها لشوية كده او لبعدين. فدي يا بنات مواعين من بالليل، الغدا بقى والعشاء بتاعت اليوم. لما قمت غسلتها معاكم. هي والله ما بتاخدش وقت معايا، بس هي الفكرة بس ان الواحد يقوم ويحط ايديه في المية. وطبعا مش هضحك عليكم، انا خلاص بقيت استعمل المية السخنة، الجو ساقع جدا. ف يعني لا يعني نخفف على انفسنا. وطبعا نحمد ربنا يا بنات على كل حاجة. نحمد ربنا ان احنا عندنا مية، غيرنا ما عندهوش مية. يعني شوفي انت لما المية بتقطع عندك بتبقى عاملة ازاي، لما الموتور بيبوظ وما بيبقاش في مية. يعني الناس اللي زينا اللي المية ما بتطلع لهمش غير بمواتير، مع ان انا تاني دور. يعني انا اعرف في اي مكان ان تاني دور ده بيطلع له مية من غير موتور. انا من ساعه ما اتجوزت وانا ما بتطلعليش الميه نهائي من غير موتور، من اول جوازي على كده. فطبعا لما بيحصل مشكله في الموتور ما بيبقاش عندك ميه. غيرك بقى اصلا ما عندوش ميه نهائي نهائي. يعني المكان اللي هو عايش فيه ما عندهوش ميه. فطبعا نحمد ربنا على حاجة زي دي. نحمد ربنا ان احنا عندنا سخان في وقت السقعة دوت بنقدر نشغله، نغسل بيه المواعين، نستخدمه تاخدي بيه الشاور. غيرك ما عندهوش سخان فطبعا بيتعب كتير. بصوا يا بنات، بس هوريكم دي اللهلوبة اللي عملتها معاكم في فيديو قبل كده. ان شاء الله اسيبها لكم في صندوق الوصف.
لو لسه ما شفتيش الفيديو ده روحي شوفيه. بصوا يا بنات، بيخلي الألمونيا، الطبق ده ألمونيا، بينور بينور. وطبعا الاستانلس كده كده يعني ما شاء الله بيلمع من غير اي حاجة. فبجد الوصفة حلوة جدا جدا جدا، منجزة جدا. آم، في وصفات كده بجد بعتمدها. بصوا يا بنات الطبق، يعني وعايزة اقول لكم جودة الطبق ده مش احسن حاجة. يعني مش الألمونيا بقى التقيلة المتينة اللي هي من أي دعكة كده تلمع معاكي، لا والله أبدا. يعني أنا اتخميت أصلا في الطبق ده لأني أنا مش شاطرة قوي، أو مؤخرا الحمد لله اتعلمت، بس ما كنتش شاطرة قوي في شراء الألمونيا والكلام ده كله. ف الحمد لله طبعا على كل النعم اللي احنا فيها. الحمد لله على نعمة الصحة، الحمد لله على نعمة آه صلاح الحال والأحوال، الحمد لله على نعمة الأولاد، على الذرية. ربنا يا رب يرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة، ويهدي أولادنا جميعا يا رب العالمين، ويجعلهم كده بارين بينا وصالحين بينا، نفع لينا كده يا رب دنيا وآخرة. بصوا يا بنات، دخلت على الغدا على طول. ايه رأيكم في توت القمر؟ بص والله العظيم يا بنات مؤدبة جدا، يعني ما بحبش اطلعها معايا في الفيديوهات عشان حرمت من قطتي القديمة، بس ما كنتش عايزة اغتت عليها يعني وابعدها وكده. بصوا يا بنات، انا حمرت السجق من غير اي مادة دهنية. ف في كام واحدة كده اتلسعوا مني، حاجة بسيطة بس والله يا بنات لما استوى ما يعني ما بانش في الطعم. آه، بصوا يا بنات، انا في يعني ملحوظة كده، في ناس بتتخيل ان مريض الكوليسترول ده كل اكله دهون ومسبكات في ناس كده، في ناس كده، لكن انا مش من الناس دي. انا بالعكس، انا من وانا بنوتة صغيرة وانا محافظة قوي على اكلي. ما بحبش اصلا الدهون، ما بحبش جلد الفراخ، ما بحبش جلد السمك، ما بحبش اي حاجة بتحتوي على دهون. يعني حتى اللحمة ما باكلش اي قطعة لحمة فيها دهون. آم، كمياتي في الزيت وفي السمنة وكده قليلة، مش بحط كمية برضو كبيرة. لكن انا سألت في الموضوع ده، قالولي بتبقى فيه كذا عامل، يعني يا اما وراثة يا اما طبيعة جسم يعني. وغالبا 90% انا بقى النوع دوت اللي هو طبيعة جسم. طبيعة الجسم بتكون دهون على طول. فطبعا انا ما كنتش بحس بالموضوع ده زمان، لاني كنت بحرق كتير قوي، فكنت طول عمري جسمي رشيق جدا وما بيبانش عليا خالص. طبعا بعد ما جبت الاربع اولاد، لان انا لحد ما جبت البنتين كنت برضو جسمي زي ما هو، كأني ما اتجوزتش وما حملتش وما خلفتش والدنيا كانت حلوة جدا. مؤخرا بقى لا خلاص، يعني بدأ يبان فعلا. آم، انا مش وزني زايد بالطريقة الاوفر، لكن اللي متعود على الجسم المثالي بيبقى متضايق طبعا من نفسه لو زايد في الوزن وكده، وكمان بقى عشان صحيا. بس الفكرة يا بنات، طبعا انا طلعت في مره واتكلمت معاكو. بصوا يا بنات، هقطع بس الكلام. انا هنا هعمل بسبوسه لاول مره بدقيق البسبوسه، ما اشتريتش اكياس سايبه. انتوا شايفين معايا المكونات، او هقطع كلامي واشرح لكم لاني مش هنزلها في فيديو منفصل. بصوا يا بنات، المكونات معايا: كوبايتين ونص سكر، كوبايه لبن، كوباية صغيرة من اللي هي كوبايات القهوة، كوباية جوز هند يا بنات، بس من اللي هي كوبايات اللي هي بتاعة القهوة، يعني هنقول نص كوباية لو بمقاس الكوباية اللي انا بعير بيها، وكوباية الا ربع سمنة. تمام. انا دلوقتي حطيت اللبن والسمنة والسكر، هسخنهم بس عشان اقدر ادوب السكر. واللي نزلتها دلوقتي على الدقيق ديت كوباية جوز الهند، هقلبهم مع بعض كويس جدا. اول غلطة، اول غلطة انا عملتها هنا ان انا محطتش بيكنج باودر.
لازم تحطي معلقة بيكنج باودر. طبعا انا شفت ريفيوهات كتير جدا وناس كتير قوي، طبعا كل واحد ليه طريقته وكل واحد بيشكر قوي في الوصفة اللي بيعملها. فانا شفت ناس بتشكر قوي في اللي فيها معلقة بيكنج باودر، وناس بتشكر ان مش لازم معلقة البيكنج باودر. فانا حظي ان انا ساعتها جربتها من غير معلقة البيكنج باودر. لا يا بنات، بتفرق جامد. انا طلعت مكتومة، يعني البسبوسة حلوة وطعمها جميل وكل حاجة، لكن مكتومة. انا بحب البسبوسة تبقى مرملة، تبقى خفيفة، تبقى، فاهمين؟ دي اول غلطة انا عملتها. تاني غلطة يا بنات، ممكن بنات تعجبها على كده لكن انا مش بحب كده. لون البسبوسة ذات نفسه، طبعا احنا هنشوفها هتبقى قدامكم لونها قمر. بصوا يا بنات، دي كانت معلقة قشطة، معلقة قشطة اللي هي وش اللبن. لان انا حتى لما بجيب البسبوسة الجاهزة وبعملها، بعمل الخطوات دي، لازم جوز هند ولازم قشطة. بحب طعمها بكده. انا جبت الصينية بتاعتي ودهنتها سمنة. هي ما شاء الله تبارك الله بتعمل كمية حلوة. انا ما اعرفش بقى، انا كترت الكمية على الصينية ديت فعشان كده مكتومة، ولا معلقة البيكنج باودر. فانا اكيد هجربها تاني وهطلع اقول لكم تجربتي. تمام. فهي طالعة يعني تحميرها حلو قوي من فوق ومن الجناب، لكن من جوه كانت مبيضة. لا انا مش بحب كده، انا بحبها كلها يبقى لونها كده محمر. فالمرة الجاية بإذن الله يا إما هقلبها بالسمنة على النار على البوتاجاز واشوحها لحد ما تاخد لون، يا إما في طريقة تانية إن انت كوباية السكر ديت بتكرمليها الأول وبعد كده تزاق. بصوا يا بنات، واخدة لون من فوق لكن من جوه هي بيضة. فاهمين؟ تاني حاجة بقى، اول ما حطيت الشربات فيها، طبعا سر من اسرار نجاح البسبوسة ان انت اول ما تنزلي بالشربات عليها تتشربوا في ثانية. انا اول 3 كبشات لقيتهم بيتشربوا وبعد كده ستوب، الشربات وقف ما بينزلش. طبعا انا في الوقت ده عرفت ان انا البسبوسة بتاعتي مش ناجحة 100%، فيها حاجة غلط. لان بفضل الله بفضل الله بفضل الله كنت بطلعها ممتازة 100%. هنا بعد ما اتشربت كل الشربات بتاعها، هي والله يا بنات كان طعمها حلو جدا وبألف هنا وشفا، اصلا ما قعدتش وعجبت الولاد. لكن زي ما قلت لكم، يعني انا من الناس اللي بحب لما اعمل حاجة تطلع حلوة. فاهميني؟ يعني زي ما الكتاب ما قال. فدي بصراحة لا، يعني ما حسيتهاش زي ما الكتاب ما قال. من الجناب بيضة، من جوه بيضة، فلونها مش عاجبني خالص. وتاني حاجة بقى زي ما قلت لكم، هي كانت مكتومة. عارفة لما تعملي كيكة وما تطلعش كده هشة وقطنية معاكي؟ هو نفس الكلام كده. بصوا يا بنات، يعني اهي بتفرول وكل حاجة، بس مش دي الترميلة اللي انا عايزاها، مش ده اللون اللي انا عايزاه. فهي مقاديرها مظبوطة جدا، بس خلي بالكم من التركتين اللي انا قلت لكم عليها دول. تمام. خلاص كده كان يومي خلص، وللأسف بدأ وقت النشير بتاعي. يعني انا نفسي والله العظيم انشر الصبح، لكن للأسف انا ما بقيتش انشر الصبح نهائي، الا لو شهد هي اللي هتنشر، بخليها 12 الصبح. لكن لو انا اللي بنشر بالليل خلاص، لان يومي اتشقلب خلاص. فدعواتكم معايا كده، لان نظام اليوم بتاعي ده تعبني جدا جسديا ونفسيا وكل حاجة. عايزة بقى اتكلم معاكم يا بنات في حاجة، وشاركوني رأيكم، عشان انا مش عارفة انا، بس لا هو مش بيتهيألي، لاني يعني انا عيني بتبقى مرايتي برضو. انا حاسة اني من التعب الفترة اللي انا كنت فيها دي، ان وشي كبر 50 سنة. والله العظيم مش ببالغ. انا الفترة دي مش بحب ابص في المراية نهائي.
حاسة ان الاجهاد والتعب ظهر على وشي جدا. حاسة ان انا وشي هيبدأ يظهر فيه تجاعيد. المفروض ان انا سني ده ما يظهرش فيه الكلام ده كله. اي حد يبص في وشي هيلاحظ ان انا تعبانة من غير ما اقول. فانا مش عارفة والله يا بنات اعمل ايه. آم، يعني اول حاجة طبعا انا مقصرة فيها شرب المية، انا ما بعرفش اشرب مية نهائي. والدكتور حذرني، دكتور القلب حذرني من الموضوع ده وقال لي المفروض ان انا اشرب 3 لتر في اليوم. بس انا ما بشربش لتر اصلا. يعني انا بشرب كوبايتين مية في اليوم كله علشان العلاج اللي انا باخده فقط. واللي يقول لي ما بتعطشيش، لا مش بعطش، لان دي طبيعتي. يا اما لو عطشانه هتلاقوني بقى بعمل كوبايه قهوه، كوبايه نسكافيه، كوبايه شاي اخضر، الحاجات ديت مشروبات. لكن برضو ما بروحش اشرب ميه بذاتها. ادي يا بنات نشرت، وهوريكم دلوقتي ان في غسيل اصلا على المنشر. ففي الشتاء حياتنا كلها عباره عن غسيل. كده الفيديو بتاعي انتهى، هتوحشوني لحد الفيديو الجاي.